بيبدأ فيلم الليلة مع جون وكان موجود في المزرعة بتاعته، وقتها مرة واحدة بنشوفه وهو بيموت. ساعتها كان جون بيحلم ومامته بتصحيه، وبنعرف ان هو راجل خمسيني عايش هو ومامته في المزرعة بتاعته. وبعد جون ما يقوم من النوم بيدخل الحظيرة عشان يحلب البقر، وبنعرف ان دي عادته كل يوم. بعد كده بيلبس ويروح المدرسة بتاعته لان شغال مدرس هناك. وبنشوف القرية اللي عايش فيها هادية جدا والدنيا فيها لذيذة خالص. وجون قبل ما يدخل الفصل بيتكلم شوية مع زميلته المعلمة ويسلم عليها. بعد كده كل واحد منهم بيروح على الحصة بتاعته. ولما جون دخل الفصل سلم على الطلبة كلهم بمناسبة أول يوم في السنة الجديدة. فجأة ومرة واحدة بتدخل الفصل بنت زي الصاروخ واسمها الدلوعة كاترين، وكان أول يوم لها في المدرسة وما تعرفش أي حد من الموجودين. ساعتها المعلم جون قال لها ادخلي واقفلي الباب وراكي، لكن جون بعد ما دور في الكشف ما لقيش اسمها موجود. عشان كده حب يعرف عنها شوية معلومات عشان يدور على اسمها كويس في الكشف. وفعلا بعد شوية بيلاقي اسمها موجود. راح قال لها أهلا بيك في المدرسة والحرية في السؤال هنا متاحة. بعد كده راحت قعدت مع الطلبة، وقتها الطلاب كلهم كانوا مبهورين بيها بسبب جمالها وحلاوتها والرقة اللي فيها.